لا لا. اهلا بحضراتكم مره تانية. وصلنا الفقره الثانيه اللي هنتكلم فيها عن مهرجان الاوسكار المصري او اوسكار ايجيبت 2017، واللي فاز فيه بجائزه افضل ممثل الممثل عمر مصطفى. وهيكون معانا هو معانا فعلا عمر مصطفى وعمر ابراهيم، هما متشاركان في انتاج وكتابه العديد من الافلام. اسمحوا لي ارحب بيهم. الاستاذ عمر ابراهيم اهلا بيك، مخرج ومؤلف وممثل، اهلا بيك. والاستاذ عمر مصطفى الممثل والحائز على جائزه افضل ممثل، اهلا بيك استاذ عمر والف مبروك على الجائزه. الله يبارك في حضرتك يا رب. احنا هقول عمر وعمر بقى، عمر واحد وعمر اتنين. قولي له يا هيما. عمر. استاذ عمر ابراهيم، اتكلمنا الاول عن المهرجان، مهرجان اوسكار ايجيبت. يمكن دي دورته الرابعه ولسه لغايه دلوقتي ممكن ناس كتير ما تعرفوش، فكلمنا عنه. بشكر رئيس المهرجان استاذ عادل عمار. ايوه. ان هو قدم مهرجان فيه فرصه للشباب انه يقدموا بالافلام القصيره. فعمر قدمنا فيلم اسمه عشان بحبك، كان اخراجي. وبطوله عمر مصطفى، وفاز فيه باحسن ممثل في المهرجان. جميل جدا. احكي لنا بقى يا عمر، المشاركه كانت ازاي؟ يعني انتوا قررتوا، خططتوا، دورتوا، ولا حد رشح لكم المهرجان؟ هو الفيلم هو تأليفي. يعني انا كان عجباني الفكره ان انا كنت عايز اعمل حاجه زي بره مصر كده، حاجه جديده كده يعني. زي افلام بره، اللون، المزيكا، الفكره كمان فكره جديده جدا. تمام. فحبيت ان انا اشاركها مع عمر، قلت له ان انا عندي فكره فيلم اسمه علشان بحبك. قال لي الفكره جميله، قال لي يلا نشتغل عليها، وحط الرؤيه بتاعته واداني الشخصيه وابتدينا نشتغل على الموضوع. الحمد لله خلصناه وقدمناه في المهرجان، والحمد لله انا ما كنتش متوقع ان انا اكسب بيه جائزه افضل ممثل، بس الحمد لله يعني الحمد لله عجب كل الناس. لما اتعرض في الصاله لقيت الناس كلها منبهره فيه. يعني هو خد سكسي في اول الفيلم، في نص الفيلم، في اخر الفيلم كمان. فده كان بالنسبه لي نجاح كبير جدا. وانا الحمد لله يعني بحاول ان انا كل فتره ان انا اجدد واطور في كل افلامي، كل فيلم مختلف عن التاني، كل فيلم فيه حاجه جديده، فيه لون جديد. بحاول اشوف الحاجات اللي ما اشتغلتش عليها واحاول ان انا اشتغل عليها. والحمد لله وصلنا اللي هو المرحله ان احنا ان شاء الله هناخد بيها جوائز الفتره الجايه اكتر واكتر باذن الله ان شاء الله. استاذ عمر، اتكلمنا عن الفيلم بقى. اخراجيا كان صعب، وانتاجيا طبعا انه مهم جدا نعرف ازاي اساسا نفذتوا الفيلم. هو الانتاج ده مشكله بتقابلنا طبعا كل الشباب كمان، عشان احنا مفيش انتاج، فاحنا بنعمل كل حاجه. تصرفوا على الفيلم. بس الحمد لله يعني جبنا. كان المشكله بتقابلنا مثلا المكان، اللوكيشن اللي هنصور فيه، فجبناه كان البيت. والكاميرا معانا والدنيا ظبطناها وكل حاجه. انا بقى شفت لما عمر وراني الفيلم، الرؤيه بقى بتاعتي ازاي هجيب الشوت ده، ازاي القصه بتاعته، ازاي هوصلها للجمهور ان هو هيفهم اللي انا عايز اوريه له ايه. الفيلم قصته كانت واحد بيحب بنت، فانت بتحبها، فانت بتحبها هتعمل لها ايه بقى؟ هو عشان بحبك. ايوه. فاللي هو هي كانت عندها مرض نفسي عشان بتحب جدها. مش مرض، هي كانت عايزه، هي عامله مرض ان هو هتشوف هو بيحبها ولا لا، ان هي مثلا ايه، عامله اتفقت مع بتمثل دكتور. عليه عليه انها عندها مرض نفسي، انها شوف بقى انت بتحبني هتعمل ايه. فبتتفق معايا، انا طالع دور شرف عليه شرف ضيف شرف. فاللي هو ان انا طبيب اصلا، وانا اصلا طبيب بيطري مش عارف انت فعلا طبيب بيطري في الفيلم. فازاي بقى عمر هيعمل جدها ازاي، وشكله هيتغير، ان هو في الاخر اصلا هي برضو بتعمل عليه مقلب، بتقلب تبقى تيتا. هي كمان. بس هي عايزه تعرف هو هيعمل ايه عشانها. يعني تمام، يعني هي عملت نفسها انها متاثره بجدها. فهو الدكتور النفساني المفروض ان هو نفساني، هنعتبره ان هو نفساني. بيقول له عشان هي تخف لازم تعمل جدها، تحسها ان هو جدها موجود. لازم تحس ان جدها معاها عشان المرض بتاعها يروح. تمام. فهو بقى بيعمل جدها. هي من هنا بقى بتشوف ان هو بيحبها. هي طبعا دراميا هي مش مريضه، هي بتختبره. بتمثل بس بتمثل انها مريضه نفسيا عشان جدها حد بتحبه عزيز عليها مش موجود. سألتك بقى الانتاج، كان قصدي انه يعني كان انتاج فيلم هو الاول مدته قد ايه؟ 8 دقايق. يا سلام، يعني منتهى التحدي. 8 دقايق انك تعمل فيلم روائي قصير وتحط فيه كل اللي انت عايزه وتحط فيه شخصيات، والشخصيات بتتنكر في شخصيات تانية، يعني مصاريف برضه. هو مفيش انتاج يعني. هو يعني هو بيساعدنا اللوكيشن والكاميرا معانا،
والممثلين، فالدنيا كانت لذيذه حلوه. يعني هو عايز بس اشكر الناس اللي اتفضل. بتساعدنا. طبعا احنا مهم. معانا تيم كامل، سواء الناس اللي بتعمل لنا موسيقى تصويريه والناس اللي بتعمل لنا هندسه. اول حاجه انا عايز اشكر اللي ساعدتني في الفيلم ده، منى مانجو، ميك اب ارتست. عايز اشكر تيام طارق، هو اللي عامل الموسيقى التصويريه بتاعت الفيلم. وعايز اشكر مهاب اسامه ان هو عمل الهندسه. احنا في ناس بتساعدنا، في ناس بتساعدنا في التصوير وفي الاماكن. يعني الحمد لله واقفين ان هم شايفين ان احنا مواهب وواقفين جنبنا. يعني احنا مثلا ايه، في دلوقتي كافيهات بتكلمنا تعالوا صوروا عندنا، مجرد ان هم الاسامي تتحط الاسم أيوة. بتاع اللوجو أيوة. بتاع الكافيه. مهم وحلو ده طبعا كمبادره على طبعاً. الاقل عشان يساعدوكم. ما عشان انتاج بقى. اي وده حاجه. كمان يعني ده كمان كل ما نسبة المشاهدة بتزيد عندنا، نعم. كل ما الناس بتكلمنا وكل ما الناس بتساعدنا اكتر. يعني دلوقتي صحيح. احنا كان زمان على السوشيال ميديا تقصد، مواقع التواصل الاجتماعي. يعني احنا كان زمان كنا بنواجه مشاكل في الكاميرا الدعاية. والمونتاج. انا اضطريت ان انا اتعلم والاماكن مونتاج بنفسي. التصوير طبعا. بقى عمر هو اللي منتج. هو اللي قاعد المضطر معايا يركب طبعا. الصعب، بس ما هي- هو ده صعب حلو يعني. ما هي الظروف بتخلي الواحد يتعلم حاجات عشان يقدر يساعد نفسه. ودي شطاره، دي شطاره في ايامنا دي يعني. ودي نصيحه دايما بنقولها للاصغر مننا شويه. عايز تخش اي سوق، مش بس في مصر، اي حته في الدنيا، اتعلم اكتر من حاجه في مهنتك. يعني اتعلم يمكن حاجه من الحاجات دي تدخلك السوق، بس بعد كده توصل لحلمك اللي انت عايزه. بس احنا حضرتك اتفضل. احنا عايزين نوصل. يعني أيوة. ان شاء الله باذن الله هنوصل، هنكون في مكانه كبيره. إن شاء بس الله. احنا بنتحدى الصعوبات. يعني اي حاجه، مفيش حاجه معانا صعبه. اي حاجه بتقف قصادنا احنا بنعديها. يعني زمان كنا عندنا مشاكل في المونتاج، مفيش حد راضي يمنتج لنا. ايوه. فلا انا هتعلم مونتاج. برافو في عليك. ناس مش راضيه تصور لنا، فلا احنا نجيب ناس ونعلمها تصوير. فاحنا خدنا الخطوه دي وابتدينا نشتغل عليها واحده واحده، والحمد لله بنتطور. كل فيلم عن فيلم الناس بتسقف لنا عليه. يعني في ناس تسالني ايه احلى فيلم عندك، اقول لهم اخر فيلم انا عملته. أيوة. لان كل فيلم بيبقى احلى من الفيلم اللي قبله. يعني كل فيلم بيبقى ليه معزه خاصه وحاجه حلوه. أيوة. بس يعني كل فيلم بيبقى فيه تطور جديد. في اضافه جديده، في آه. تجويد اكتر يعني. آه. تقصد استاذ عمر، انتوا عملتوا قبل كده مع بعض افلام كتير قوي واعمال مشتركه. قول لنا بقى يعني كنتوا فين؟ احنا بدأنا بفيلم اسمه حكاية شهيد. مم. بعد كده ده كان عملنا سنه كام؟ من سنتين. 4 سنين. لا طب خلاص مش هم ما تختلفوش على التاريخ، الوقت مش هتفرق. دلوقتي بيجري جدا. شوفي احنا في 2017 ده بلون 17 دلوقتي. وعملنا حصانة وفيلم اسمه حصانة، وفيلم اسمه شايفة صعبة، وعشان بحبك كان آخر اهو. وفي فيلم اسمه فيلم بعد فوات الأوان. ايوه. ده كان عشان عيد الأم. بس يعني الظرف لسه ما إن- اتعرضش. لسه ما اتعرضش. لسه ده كان عشان عيد الام، بس ما لحقتوش يعني. ما لحقناش نعرضه لسه. انتوا منصه عرضكم الاساسيه فين؟ نعم. المكان اللي بتعرضوا فيه الاساسي؟ اليوتيوب. اليوتيوب ده والسوشيال أول ميديا. حاجة؟ دي اول حاجه. يعني احنا اهم حاجه عندنا الفانز اول حاجه يتفرج، تمام. بعد كده نسوق للمهرجانات. في مهرجانات بتطلب ان هو ما يكونش اتعرض آه. خالص في اي حته. فده الاول بنخش المهرجان الاول. بعد ما المهرجان يخلص خلاص بيتعرض بقى على اليوتيوب. بيبتدي يتعرض. يعني احنا داخلين في فيلمين معمولين، داخلين مهرجانين دلوقتي. لسه ان شاء الله بعد ما يخلص المهرجان هنبتدي ننزل بقى ان شاء هنا الله. في مصر ولا بره مصر؟ لا، في بره مصر وفي وفي جوه. يعني احنا مقدمين لسه فيلم بتاع عيد الام ده، أيوة. مقدمينه في مهرجان مغربي. لسه ان شاء الله هنعرف يعني اتقبل ولا لا بكره ان شاء الله. ان شاء الله خير، نكون احنا وش الخير عليكم يا باذن رب الله. يكلمونا كده نتقابل. لكن بمناسبه المهرجانات، شباب كتيره هنا الحمد لله، شباب سينمائي متميز جدا ومتمكن جدا، لقى لنفسه نافذه على العالم من خلال المهرجانات. يعني ممكن نقول محمد حماد، يعني يمكن اخر نماذج دي صاحب فيلم اخضر يابس. الفيلم ما اتعرضش في مصر الاول، لكن شارك في مهرجانات كتيره جدا جدا الحمد لله. كان منها مهرجان لوكارنو في دورته الاخيره الصيف اللي فات، ومهرجانات كتيره جدا اخد جوائز واخد اهتمام كبير جدا جدا يعني. فالمهرجانات ممكن تكون نافذه لمشاهدين بقى اكتر على مستوى اكبر، بعيد عن مواقع التواصل الاجتماعي. يعني هي تساعد على ده وتخدم على ده. فانتوا ازاي مهتمين بده؟ ما ده بالتأكيد بقى لينا جمهور من المغرب، الجزائر، من الوطن العربي كله الحمد لله يعني. فده حلو. يعني في مهرجان دخلناه كان سينما الموبايل. ده كان مهرجان هنا القاهرة الدولي. برعاية المخرج الكبير علي بدرخان. المهرجان ده كنا شاركين بفيلم اسمه زوم، كان بطولة عمر وانا ومحمد رفاعي. بالمناسبة احنا عرفنا المهرجان ده قبلها بيوم. يوم واحد وصورنا الفيلم فكرة ومونتاج وتصوير وكل حاجة في 6 ساعات. بالموبايل. ولحقناه
والحمد لله اتعرض من ضمن ال10 افلام اللي اتعرضوا، يعني هو دخلوا الفيلم 76 فيلم، قالوا لنا في 10 افلام بس هم اللي هيتعرضوا، تم اختيارهم. الحمد لله. يعني احنا لا، طب فيلمنا ما شاء اتعرض الله، من يعني ضمن ال10 افلام، أقوياء. وداخلين قبلها بيوم يعني صباح 6 ساعات الفيلم يخلص مونتاج بكل حاجه وتصوير وكله. فدي حاجه طبعا كانت المهرجانات الدوليه ما ينفعش معمول انت تعرف قبلها بيوم دي خالص، لازم تعرف قبلها بسنه عشان تلحق تحضر الناس. بلاش يعني الثقافه المصريه دي لو اخر لحظه. ما هو بقى التعب اللي احنا تعبناه، يعني فيلم نجح وزود لنا جماهيريا كمان، يعني بقى حاجه حلوه الصراحه. ايوه. انت بتألف يا عمر، وكمان عمر بيألف وبتمثل وهو بيمثل، يعني هل ده برضو زنقة ولا ولا موهبة يعني لا خالصة؟ بص حضرتك، هو دي موهبة، يعني انا موهبتي الاساسية التأليف والتمثيل. أيوة. هو الاخراج، احنا طبعا الاخراج ده عشان احنا محتاجين طبعا الاخراج اخراج، حد بس هو يخرج. بيخرج كان كويس قوي. انا اساسي كممثل، بس الظروف بقى فانا حكمت علينا، يعني احنا زي ما قلت لحضرتك، احنا ما فيش حاجه عندنا صعبه، ما فيش حاجه اسمها مستحيل، احنا عايزين نعمل حاجه هنعملها، واحنا مش من النوع اللي هو ايه، نستنى الحاجه تجينا لحد عندنا، لا احنا بنسعى وبنحاول ان احنا يعني نروح للحاجه، يعني نروح للحلم اللي احنا عايزين نوصل له. تمام، احنا بنحاول نخلي الموهبه بتاعتنا تفرض نفسها. أيوة. مش نستنى بقى، لا ده احنا هستنى وان شاء الله الفرصه هتجيلي، لا الفرصه مش هتجيلي وانا قاعد. أيوة. لا انا لازم اشتغل واجتهد، وانا بحاول اعمل كل الشخصيات انا وعمر، يعني انا ما فيش شخصيه عملتها متشابهه، يعني انا عملت شخصيات كلها مختلفه، يعني كل فيلم ليه كاركتر معين، ليه شخصيته. تمام، بحاول ان انا اطور في ده، يعني أيوة. في الصوت، في شكلي، يعني انا الناس بتشوف الافلام ما بتعرفنيش فدي من كتر التنكر. يعني مش تنكر، الناس ده مش عمر، من اندماجك في الشخصية. يعني زائد كمان بقى ان بعد ما دخلنا مهرجانات وكده، احنا في سيناريو بيجي لنا مثلا، بس احنا بنبقى عايزين فكره معينه، حاجه جديده، عايزين نعمل ابتكار في الفيلم نفسه. يعني احنا عندنا تقريبا عندنا في البيت سيناريوهات كده جايه لنا ما بنختارهاش ليه، احنا عايزين ما هو عايزين فكره جديده، فعشان نجيب فكره كويسه بفلوس، طبعا احنا ظروفنا الماديه على قدنا طبعا. أيوة. فاحنا بنحاول بقى ان انا بألف، بحاول ان انا اطلع افكار جديده، والناس يعني الحمد لله بتشوف الافكار دي بتقول لي انتوا ازاي انتوا جايبين الافكار دي منين، يعني فيلم شايفها صعبه ده، يعني بسم الله ما شاء الله الفكره يعني ما اتعملتش في مصر تقريبا، فكره التوأم في الافلام القصيره، بنحاول نجدد في الافكار، بنحاول ان احنا نعمل افكار يعني الناس تشوفها يقولوا لا ده دول انتوا مش مكانكم مش هنا فبنحاول ان احنا نعمل ده، ونحاول ان احنا نجتهد في الحته دي، لا احنا مش عايزين نمثل وبس، لا احنا عايزين نعمل افكار ونبهر الناس. أيوة. عايزين نوصل، وبرضك يعني مش نوصل وخلاص، لا احنا عايزين نوصل والناس تستمتع بالفن بتاعنا، واحنا الحمد لله عشان شغلنا بنحاول نقدم فيه كل جديد. الفانز في كل فيلم بيزيد، والناس بتستنى الفيلم بفارغ صبر، يعني الحمد لله كل شهر بنقدم فيلم، وانا وعمر كل شهر بتعمل فيلم؟ كل شهر ان شاء الله بنقدم الفيلم، وانا وعمر بنحاول نجتهد في حته بس ده استهلاك كبير قوي ليكوا انتوا، هو فكريا وفنيا كمان. هو كل شهر بقى، هو كل مش مده قصيره ولا حاجه، هو عشان هو فيلم قصير مش فيلم طويل ولا حاجه، عشان احنا ما بنعديش كمان ال10 دقايق، يعني هو طبعا، ما انا كنت لسه هسألكوا 7 دقايق 4 دقايق انه مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب فيها تحدي رهيب، ان انت لازم تكون قصير جدا، ولازم تخش في صلب الحاجات، وسريع وجذاب وكمان عشان الباقه بتاعتهم بقى يعني، ولان المشاهدين كمان مش هتفهم لا ده في حاجه اكتر من كده. في مشكله دلوقتي بتواجهنا، يعني الناس دلوقتي طالبه مننا فيلم ساعه ونص، بقول له ازاي ساعه ونص، يعني بتقول لي احنا افلامك حلوه، ابتدي بقى اعمل لنا بقى فيلم طويل يعني ساعه ونص، طب انا لو عملت فيلم ساعه ونص مين هينتجه؟ فهي دي بقى الفكره، يعني احنا وصلنا لمرحله الناس دلوقتي بتقول لنا يعني اعملوا بقى افلام طويله، احنا عايزين نشوف لكم حاجه كبيره، الناس بتزعل ان الفيلم خلص، انا ما لحقتش رغم ان الفيلم 8 دقايق بس الايقاع حلو، فالناس بتقول احنا ما لحقناش، يعني احنا عايزين حاجه طويله، عايزين نستمتع اكتر، عايزين
يا جماعه طولوا المده شويه. ايوه. بس ده اللي هنحاول نشتغل عليه الفتره الجايه باذن الله. وطبعا الافلام القصيره، الروايه القصيره تحديدا تحدي كبير جدا لصناعها، وليها صناع كبار في العالم، وليها جمهور معين بيحب النوعيه دي من الافلام، وليها اقسام في مهرجانات دوليه كبيره. يعني كل المهرجانات الدوليه الكبيره فيها اقسام للافلام القصيره. لكن كمان هي تحدي مش بس في الكتابه وفي الاخراج وفي التمثيل وفي كل شيء وفي التصوير، لانك انت محكوم بوقت قليل جدا جدا. لكن ده معناه كمان انه هل دي ممكن تبقى خطوه عشان تعملوا فيلم طويل فعلا زي ما بيقولوا عمر؟ هو المشكله في الخطوه دي الانتاج. انت تعمل فيلم طويل مش هيبقى زي الافلام القصيره خالص. طبعا المده اطول، التمثيل، الدنيا هتبقى طويله خالص، فهتبقى محتاجه وقت وانتاج. الانتاج هو اللي عارف، لو معانا انتاج نعمل افلام طويله ونعمل افلام رعب كمان. يعني خططكم ايه؟ احنا ان شاء الله باذن الله يعني خطتنا الفتره الجايه ان احنا باذن الله هنعمل حاجات. يوم ما نمسك يبقى معانا الامكانيات ومعانا الانتاج، هنعمل حاجات ما اتعملتش في مصر خالص. احنا متوقعين ان شاء الله ان احنا هنكون باذن الله رقم 1 في مصر باذن الله. حلو التفاؤل بتاعك ده والله العظيم. لا دي باذن الله هتحصل باذن الله ان شاء الله. فاحنا عايزين مخلين الحاجات التقيله قوي دي قدام. يعني لسه يعني بنبني نفسنا طوبه طوبه، يعني مش بناخدها مش مستعجلين واحده واحده. لسه يعني احنا بناخدها واحده واحده. احنا ونقدر نعمل فيلم 4 ساعات كمان، نقدر نعمل مسلسل. بس الفكره كلها في ايه؟ عايزه حرفيه اكتر، حاجه بشكل حلو، محتاجه وقت. محتاجه دي مسؤوليه. الناس اللي هتتفرج علينا دي مسؤوليه. انا في كل الافلام احنا بنخلي بالنا كويس قوي من الفكره. احنا مش بنعمل فكره وخلاص، لا ده الفكر الثقافي. يعني نحاول نخلي الناس تطلع من الفيلم ده بفكره وبطاقه ايجابيه. انا على فكره في افلامي كلها، وافلام انا والراجل ده فيها رساله، ورسالتها مع يعني رساله الفيلم نفسها كلها طاقات ايجابيه. طب يعني ده جميل قوي، لانه الناس مشاهدين في مصر خاصه مشاهدين الدراما تحديدا يعني اتعذبوا من الالفاظ، اتعذبوا من العنف، اتعذبوا من الموضوعات، اتعذبوا فعلا. اصل انا عايز اقول حاجه، كل فيلم ليه رساله معينه عن غير التاني. يعني في فيلم عملناه اسمه ساعه اذان، تمام، ده اتعمل واتعرض على قناه الحياه. ما نقولش بقى اسامي القناه، هندفع احنا ثمن اعلان. اتعرض وخد ضجه حلوه الحمد لله. ايوه، كان بطوله عمر وانا والرفاعي ومحمد، وكان تصوير النجار. ايوه. هو انا اللي انا عايز اقوله ايه، لا يأس مع الحياه. صحيح. ولا حياه مع اليأس. الشخص اصل انت لو احبطت، اصل انت كده كده عايش. طالما فيك ان انت عايش وفيك النفس وفيك روح، ابتدي اسعى. اصل انت لو احبطت هتفضل قاعد. طب هتعمل ايه؟ هتخش في اكتئاب، الاكتئاب هيجيب لك مرض. لا طب انت خش كمل. اصل انت استني الفرصه تخبط على بابه. اصل هيحصل لك ايه لو انت احبطت. يعني كمل وشوف ايه خطوات، واصبر ان الله مع الصابرين. فانت حاول بقى ان انت تشتغل على نفسك اكتر، تشوف عيوبك تبتدي تشتغل عليها. ده اللي بحاول اتكلم فيه في الافلام مع رساله الفيلم. انا بقدم في افكار لذيذه، بس بحط الرسائل دي معاها من ضمن الافلام. في الفاظ، في عنف، في مفيش الكلام ده خالص. عشان كتاب الدراما تحديدا بتوع رمضان معظمهم بيقول لك مع كل احترامنا طبعا، انه ده احنا بنحاكي الواقع. يعني واقع المصري بقى بيقول كده، بقى بيقولوا الالفاظ دي، بقى بيشتم كده بالفجاجه دي، بقى عنيف كده. طيب ما ينفعش. امال دور الفنان ايه بقى؟ بص حضرتك، يعني ده الواقع، دور الفنان فين؟ ماشي، ما انت كده لو انا بقول بجيب الواقع وبجيب الدنيا دي، ما انت كده بتأثر. ما انا لو انا مثلا واحد ما اعرفش بتثبت الفكره، وانت كده كفنان مالكش بصمه. بعلمهم الفكره دي، بصوا في حاجه وحشه يتعلموها. لا مش بس التعليم، يعني اعتقد انه كبار الفنانين في العالم، مش بس في السينما ولا في كتابه الدراما ولا في الاغاني ولا في المزيكا ولا في اللوحات ولا في اي شيء، عارفين ومدركين، كبار الفنانين مدركين انه انت بتاثر في وجدان الناس وفي فكرهم. فانت عايز تاثر بشكل ايجابي وتطلع احسن ما فيهم، ولا عايز تاثر عشان تعمل دعايه وعشان تبيع وخلاص وتبقى نجم؟ عندنا هنا مشكله في بلدنا ان كل يعني الحاجات احنا في معضله كبيره جدا جدا في كل المجالات، مش بس سينما ودراما. هو في كل حته وكل مجال فيه الحلو والوحش. يعني هو دلوقتي معظم الافلام دلوقتي بتبقى تجاريه، اللي هو عايز يعمل فيلم وخلاص، عايز يكسب وخلاص. اسهل حاجه عنده دي سلبيه، مش همه بقى مثلا الفاظ، كل ده بالنسبه له سهل. مش همه مثلا حكايه الواقع. يعني كلمه عجيبه دي شماعه. مش همه مثلا الناس اللي بتتفرج
بتتفرج دي الاطفال اللي بتتفرج، طب فين الناس دي؟ لا بس في ناس دلوقتي بتعمل افلام نظيفه يعني. لا طبعا احنا ما عممناش، يعني بنقول ما في معظم الحلو وفي الوحش. او بعض. انا بحب اتفرج على افلام احمد حلمي جدا. أيوة. بحب اتفرج على افلام كريم عبد العزيز. في ناس لسه بتقدم فن، وفي لسه منتجين محترمين، بس وفي عندنا كتاب محترمين طبعا كبار برضه. بس الحاجات دي دلوقتي قلت قوي. احنا هدفنا ان شاء الله ان احنا باذن الله لما ناخد الفرصه، وان شاء الله هتبقى قريب، احنا إن شاء الله. ما عندناش يأس طبعا. هناخد الفرصه باذن الله. هنعرف الناس ان لسه الفن ما ماتش، لسه في عندكم نظافة في افكار الفن. هتتقدم، افكار نظيفه، حاجات ما تغيبش العقل، بالعكس تفتحه. والناس محتاجه انها تتفائل، يعني محتاجين ان احنا نضحك صحيح. في وش بعض. صحيح. مش انزل كشرنا كتير. مش انزل من البيت الاقي ناس مكشره متشائمة بقى. لا والله كل ما الانسان بيضحك، كل ما الحياه بتضحك له، كل ما الحياه بتبقى افضل واحسن بكتير، حتى لو الظروف صعبه. حتى لو الظروف صعبه. لكن ده يخليني اسالكم على حاجه، يعني في شباب كتير بيحبوا الفن، بيحبوا التمثيل، بيحبوا الاخراج، لكن اسهل حاجه بيروحوها خاصه بعد ما يكونوا مروا على خطوه المسرح زي ما انتوا عملتوا، هنتكلم في ده دلوقتي. تمام. اسهل حاجه بيدوروا بسرعه، الحق مسلسلات رمضان، خد لك اي دور كده في اي مسلسل فدان، فتاخد السنه اللي بعديها كمان دور، فكمان دور، فكمان دور، في وشك يتعرف، فتبقى في السوق. ما عملتوش كده ليه؟ هقول عمر لحضرتك- بعدين انت. هقول لحضرتك عمر حاجة. بقى. لو انا اللي بيبقى دايما مسموح مجموعات كومبارس، فانا لو انا دخلت كومبارس او مجموعات هيعاملوني طول عمري كاني كده، مش هطلع قدام او اعمل مهما كنت متميز. مهما كنت مدرس. هي كده اهو. مم. كمان حاجه بتواجهنا تاني، النقابه لازم أيوة. تصاريح وكده. مثلا التصريح مكلفه. لو انا عملت تصريح، يعني لازم تاخد تصريح من نقابه المهن التمثيليه عندك- الاول عشان أها. تمثل. لو انا عملت، ما اول حاجه انا بروح لو هعمل اوديشن او كاستنج او كده بيقول لي تصريح. ايوه. طب انا لو طلعت تصريح انت هتقول لي خلاص التصريح بيبقى مده معينه. وبكام بقى على التصريح؟ العمل الواحد. يعني اخر مره سالت قال 1700. مم. فانا لو انا هطلع تصريح ده لمدة مقفولة كمان، معينة. ده لمدة هي معينة. مقفولة يعني. هم الدكتور اشرف زكي قال انا هدي فرصة للناس بتوع النقابة يشتغلوا، يعني تقريبا يعني اللي هو ايه، الشباب اللي عايزة تمثل خلاص في رمضان السنة دي، اللي هو ايه، احنا نقفلها في وشكم اهو. مش هتمثل. كمل يا عم. انا لما اطلع التصريح، المخرج او شركه الانتاج دي ممكن اطلع تصريح ويقول لي لا مش جبنا هنعمل. حد بدالك ساعتها. تمام. الوقت اللي انا هطلع فيه التصريح من الوقت اللي انا هعمل فيه الاوديشن، الحاجات دي. فاول حاجه بتسالها مثلا تصريح عندك، طب تبع النقابه مش عارف ايه. فدي يعني هو هنوصل ان شاء الله، بس دي بتبقى عقبه يعني في المشروع. دي العقبه الوحيده. بكرة. يعني لو في تسهيل في التصاريح او خلاص. تساهل حتى من شركات الانتاج دي هتتحل. كذا مخرج شاف افلامنا جه اتكلم معانا، قال لنا نقابه، كان النقابه او التصريح. هو كان النقابة ده برضك محتاج اعمال. طب شغلونا اعمال الأول. دراما ولا أعمال مش درامية. كفايه الافلام؟ الافلام القصيره دي سينما مستقله. دي حاجه لوحديها. اه حاجة تمام. لوحديها. مش علاقه بنقابه المهن لا، التمثيليه. لا، مش لا، تمثيل يعني. خالص. لا مش هعمل بها النقابه دي، لا. هو مثلا اعلانات افلام بقى فيها شركه انتاج، مسلسلات. مش معترف يعني بالافلام دي اللي على اليوتيوب او الموقع هي التواصل. دي سينما مستقله مستقلة لوحدها، لوحديها. تعترف بيها المهرجانات بس. اه فبالنسبه لخطوات الدراما والسينما دي بتبقى لوحدها. يقول لك عايزين نطلع كارنيه، لا لازم 5 اعمال ب5 تصاريح. فالحاجات دي طب شغلونا الاول عشان نطلع لكم بقى ايه. طيب عشان ما اديك انا فلوس هعمل بيها التصريح. انا مستعد. طيب هعمل لكم جاهزين، تصريح. بس انتوا فين؟ ساعدونا. طيب فين؟ يعني الفرخه الاول ولا عايزين ايه؟ لسه طب؟ احنا في المعضله دي، احنا في 2017 يا بس- دكتور اشرف. بس احنا بنحاول، وان شاء الله يعني ان شاء الله مفيش السنه يأس. الجايه كده يكون في حاجه إن حلوه شاء ان شاء الله. ان شاء الله. يعني واضح ان انتوا عاملين فريق عمل، يا رب يكون فريق حلو وتستمروا حتى بعد ما تكونوا نجوم. احكوا لنا هنستمر صح؟ ان شاء الله، ان شاء الله. تنفصلوا فنيا بقى، كل واحد يبقى نجم. بتشتغلوا ازاي؟ يعني تقولوا يلا نعمل فيلم، تعملوا ايه بقى؟ احنا بنقعد مع بعض، نشوف الاول الفكره ونظبط، نكتب الفكره ونظبط الفيلم ونشوف. اهم حاجه بتبقى الجمهور في دماغنا، اللي هو عايزين نطلع حاجه حلوه. بعد كده بندرس بقى، بنعمل جدول الدنيا هتبقى ماشيه ازاي، طب اللوكيشن مش عارف ايه. انا وعمر بنقعد نظبط كل حاجه. اول لما بنجهز ونظبط الممثلين والدنيا، نحط الايام اللي هنصور فيها تمام. ونبتدي بقى. الفيلم بياخد منكم كام يوم؟ الفيلم ممكن حسب بقى الفكره. لو الفكره تقيله قوي ومحتاجه شغل كتير قوي، شهر. ده لو فيلم تقيل. كبير يعني. لو فيلم مثلا ايه 3 دقايق كده، ممكن
ساعتين زمن لو زي مه- المهرجان. لو المهرجان واتزنقنا هو 6 المهرجان ساعات. بكره نعمل فيلم ده. نعمل لا فيلم بس ده. ساعتين زمن انا بهزر طبعا. ممكن الكلام ده اتاخد ضدكم على فكره، خلي بالكم. احنا بنقعد براحتنا في الافلام ممكن سنه يعني. لما نتقلنا. فهو هي دي المده بتاعت اللي ممكن نعمل حسب الفكره مطلوبه مننا ايه، وطبعا معانا وقت طبعا بنحاول ان احنا نبدع اكتر. انتوا كام واحد؟ يعني الفريق ده كله كام واحد؟ ممثلين تعرف تعد عمر؟ ومصورين؟ ما كتير. ده كتير، ده لا، كويس اصل جدا. كل فيلم اللي فريق يعني في فعلا؟ يعني مش فيلم في فيلم ممثلين غير الممثلين بتوع الفيلم اللي جاي غير اللي بعد كده كده. يعني انا بس هو الاساسيين. احنا الاساسيين. احنا فريق اصحاب الفريق. احنا فريق. يعني في معانا الاساسيين طبعا بلال عبد الله اللي هو اللي مهندس بيعمل لنا صوت. الموسيقى التصويريه أيوة. والهندسه الصوتيه. عايز اقول له شكرا ليك يا ريس. هو واقف جنبنا طبعا كل فيلم بيعمل لنا الهندسه والموسيقى، وطبعا تيام ومهاب هم الناس اللي دلوقتي اللي بيقفلوا لنا الفيلم. ما ينفعش الفيلم ننزله الا لما يعدي عليهم الاول. مزيكا يظبطوا بقى والصوت والدنيا. آه. يعني هم شغلهم حلو ما شاء الله، يعني بشكرهم حبايبي. يعني ربنا يخليكم يا رب، وان شاء الله اشوفكم فنانين باذن الله. مم. آه، كمل. ده اللي احنا بنعمله. في بقى المونتاج، انا طبعا انا شغال على المونتاج دلوقتي، وعمر بيخرج. لما انا الافلام اللي بخرجها بقعد جنبيه بقى في المونتاج، لكن لو انا فيلم مش ما بيشوفنيش. ولا حتى نصيحه. ما بيشوفنيش خلاص. فهو الموضوع بيمشي زي ما قلت لحضرتك. التيم كله بره يعني بره الكاميرا. أيوة. تمام. الناس بقى اللي هم الممثلين دول بنقعد بقى نختار، يعني مثلا احنا عايزين فلان. طبعا احنا بيجي لنا ناس كتير دلوقتي عايزه مثلا تمثل معانا في الافلام القصيره، فبنحاول مثلا نشوف ده هيليق في دور كذا، ده هيليق في دور كذا. نبتدي نشوف انا وعمر مثلا انا هعمل كاركتر كذا، انا الكاركتر ده مثلا ما عملتوش. وبنركز في تفاصيلنا. لو هو مثلا هو عمل كاركتر، لا احنا هنجدد بقى كاركتر ده كذا، انا هعمل كذا، بنجدد مع بعض كل حاجه. وبنحاول ان احنا نطور من ده. يعني مثلا ايه، شخصيه الشحات اللي انا عملتها من فيلم من جوه جوه عمر. يا علم الله. لقيت ان في ممثلين كتير عملوا شحات. طب كتير أنا- قوي. فانا التاتش بتاعي بقى يعني بحاول ان انا حط اجدد. التاتش. اهم حاجه هعمله ازاي. انا مستحيل ان انا اعمل حاجه تقليديه. لا، انا ابتديت ان هو عملت ان هو الشحات اللي هو ايه، عزه نفس، اللي هو عنده عزه نفس شويه. ابتديت ان هو الميك اب بتاعه يبقى مختلف خالص، ان هو شحات. تقريبا كل اللي اتفرج عليا في الفيلم ده كنت قاعد معاهم وهم بيتفرجوا، اللي هو قاعدين متاثرين قوي. مش عمر اللي قدامهم يعني انا عمر بيضحك ومش عارف ايه، لا ده عمر مش عمر ده شحات مش عمر. ده شحات. فاحنا بنحاول ان احنا نقنع الناس ان احنا مش احنا ناس تانية خالص. الشخصيات اللي اللي بتعملوها احنا طبعا. بنمثلها. لكن بمناسبة بقى الفريق العمل وكل فيلم ليه فريق عمل وممثلين وبتاع، بتدفعوا للناس ولا؟ لا لا لا، ازاي ما فيش هم انتاج؟ بيدفعوا معانا. كله متبرع. كله متبرع. ما متبرعين يعني، ما هو ما فيش انتاج يعني. يعني هو في ناس دلوقتي اللي بيجي يمثل لنا، اللي بيجي يمثل معانا. اللي بيجي يمثل معانا بيشارك معانا، يعني مثلا في المصاريف اللي بنصرفها، يعني مثلا كمان يعني بيجي يمثل ويدفع. ما احنا كلنا بندفع. ما هم معانا في العمل. ايوه. يعني في ناس دلوقتي بتوفر لنا اماكن بنصور فيها. يعني انا عايز اشكر مش اماكن اعلانات علشان لا لا، بتاع مش الاقتصادي. إعلانات. مفيش عايز أشكر- مفيش اسامي عايز حاجات اشكر كده في المطلق. عايز اشكر ندى عصام وعلاء. وفرت لنا طبعا مكان بتاع الام. أيوة. البيت طبعا مامتها بنشكرك جدا على الواجب اللي عملتيه معانا. تمام. يعني في ناس بتقف جنبنا في الحته دي، اللي هو مثلا ده إحنا شيء جميل الحقيقه دي حاجه حلوه. مين يقدر يساعد شاب موهوب او عنده فكره حلوه وعنده طاقه وما يعملش ده، صراحه يبقى مدان. يعني ارجوكم 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 ساعدوا الشباب واديهم، افتحوا لهم البيبان، لانه فعلا ظروفنا صعبه وظروف البلد كلها صعبه. وما فتحناش البيبان مش هيجي بكره، هم بكره. انا بشكركم شكرا جزيلا. مبروك مره ثانيه على الفيلم. ما قدرناش طبعا نعرض ولا حته منه، بس مشاهدينا بقى يدوروا عليه على اليوتيوب عشان
عشان بحبك اللي فاز بيه عمر مصطفى بجائزه افضل ممثل، وعمر فاز افضل مخرج السنه اللي فاتت. طيب جميل، احنا في 2017 اهو ان شاء الله 2018. اشكركم شكرا جزيلا عمر ابراهيم ممثل المخرج الشاب، وعمر مصطفى ممثل المخرج الشاب والحائز بجائزه افضل ممثل في مهرجان اوسكار ايجيبت. اشكركم مره ثانيه بالتوفيق، ان شاء الله السنه الجايه تبقوا نجوم بقى ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله شرفتونا. بعد الفاصل فقره اخرى انتظرونا.